يا مساء الفل عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله بقى بصوا احنا هنعمل الجلاش بالموز. حاجة حلوة كده. مش لازم نعمل حاجات كتير، يبقى نعمل حاجة واحدة بس. كل يوم نعمل حاجة وبكميات قليلة. بص يا جماله يا جماله. م- يعني طري من جوه ومقرمش من بره. ومش هيكلفنا هنجيب كيلو موز ومش هياخد الكيلو الموز كمان. او هاتوا نص كيلو موز زي ما انتوا عايزين. يلا نشوف. هنعمل الشربات بتاع ايه الجلاش. انا هحط كيلو سكر. ده السكر بتاع التموين. اه. كيلو سكر. الكيلو السكر ده لو عايزينه الشربات تقيل هياخد كوبايتين ونص سكر، كوبايتين ونص ميه. ايه. بصوا انا بحطه من على جنب. بس انا ما بحطش كوبايتين ونص بس، لا. انا بحط ازيد. ليه بقى؟ انا ما بحبوش تقيل قوي الشربات. انا هحط 3 كوبايات. وساعات بحط 3 ونص. بسيبه كده. انا هحطه على البوتاجاز 10 يعني. يغلي بس غلوة. السكر يدوب وبعد ما يغلي غلوة اقوم حاطه عصرة ليمون. قبل ما اطفي عليها احط كيس فانيليا. هيقعد 10 دقايق معايا على البوتاجاز. اه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الموز بلدي. هنقشر الموز كله. انا عشان عندي حفيدي جنبي طبعا كل شويه بياخد صباع موز. فعشان كده انا حاطه كله. انا قطعت الصباع 2. وبعد كده الاتنين قطعته، بص 4 تربع اهو. بصوا يعني الصباع بقطعه 8 تربع. اه. لكن لو عملناه نصين هيبقى الصباع تخين. مبقلص كده كبير هيبقاش حلو. معايا معلقه دقيق. وحطيت عليها شويه ميه. ده اللزق اللي انا هلزق بيه الصباع الجلاش اهو. مش هنخليها سايلة قوي. يعني معقولة. اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده. معايا بقى ورقة جلاش، يا رب تطلع حلوة. كل ما اجيب ورقة جلاش الاقيها مهربدة لا ما شاء الله ايه. يعني طلعت حلوة كويس. كل ما اجيب الاقيها متهربدة ومقطعة، واقعد الزق واقعد اوصل واعمل. هنقطعها من النص كده بالطول. بسم الله الرحمن الرحيم اهوت. هنشيلها. لا والله دي مقطوعة برضو من تحت. اهي. يعني مش هتقول لا. هنحطهم كده على بعض كلهم. هنشيل ورقة. ونغطي الباقي بفوطة نظيفة من بتاعة المطبخ. عشان الهواء ما بينشفه بيتكسر. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط كده بقى ايه معلقة سمنة في طبق كده ونسيحها. وبالفرشة بندهنها كده ايه. بنتني حتة. عشان ما تبقاش ما نحط الموزة. ما تبقاش بايشة ورقة الجلاش وتتقطع. ايه. بصوا بقى لايه لايديا وانا بلف ازاي. ايه. اكنك هتلفي ورق عنب. ايه. الحتة بقى اللي تحت بالمعلقة. بظهر المعلقة كده اهي. وهنلزق صباع الجلاش. بصي ما شاء الله جميل ازاي. عامل زي ورق العنب ملفوف كده دهنة السمنة اللي انا بدهنها ديت. هي اللي بتخليها مورقة. تخليها مفرغة من جوه كده، الموزة طالعة لوحديها. وتلاقيها حوالينها مفرغ اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. اعمل برضو تاني قدامكم اهو. بس انا بتكي على الصباع. ليه؟ عشان يبقى مبروم. ويبقى رفيع. قبل ما تطفوا على الشربات. حطوا كيس فانيليا عليه ويغلي غلوة وتطفوا. انا عملت كل اهوت يا حبايبي. يلا والطاسة على البوتاجاز الشربات يقعد 10 دقايق. آه. انا بعمل دايما شربات بالزيادة عندي الطاسة هي الزيت سخن. هو ما بياخدش دقايق في التحمير. اهو. يعني ما تخليش النار عالية قوي. سخني الزيت وبعد كده خلي النار متوسطة. اهو. الشربات لازم يكون بارد. الشربات لازم يكون بارد. عشان الجلاش سخن. اي حاجة كده اي حاجة من اللي انت بتعمليها. حاجة باردة وحاجة سخنة. بصوا اللزق اللي انا عملته ما شاء الله عليه.
فما يخلوش يفك والموز يتحرق. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، رمضان كريم. بصوا ان شاء الله يكون تعملوا كل يوم حاجة حلوة، بس اعملوا على القد. يعني ورق الجلاش النهاردة، بكرة نعمل قطايف، بكرة نعمل زلابية، بلح الشام، يعني كل يوم حاجة كده. ما احنا بنبقى فرحانين واحنا بنعمل الحاجات دي في الشهر المفترض ده شهر في السنة. اه. انا بطلعه من الشربات، بحطه في مصفى عشان الشربات الزيادة ينزل تاني، ما بحطوش انا في الطبق على طول كده. وبصوا اللون انا مخليه اللون ذهبي. اه. يعني انا بحطه في الشربات، وبعد ما بطلعه من الشربات بقوم حطاه في قلب مصفى، عشان لو الشربات ما يبقاش كتير فيه ويجزأ النفس كده، يبقى حلو، تبقى حلوة. اه. ماشي. اه. وادي يا حبايبي بعد ما خلصوا اديته اهوت. يلا كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. بصوا الصباع جميل ازاي. كل سنة وانتم طيبين.